السلام عليكم. هل تعلم صديقي العزيز ان الميلك شيك بتاع ماكدونالدز كان في الاساس عصير؟ صدمت؟ مفاجأة صح؟ خليني قبل ما احكي عن هو ايه اللي حصل لي، احكي عن دور فريق التسويق في صناعة المنتج. وهنا ده معناه ان التسويق مش بيجي بعد المنتج ما يخلص، ولكن بيجي اثناء تصنيع المنتج ويمكن قبل كمان. اللي يوضح لنا في الكيس دي ان هم كانوا بيعملوا دراسة ان عايزين يزودوا سلة المنتجات بتاعتهم، مع التنويه ان ماكدونالدز مقاطعه، ولكن احنا هنا بناخدها من منظور بيزنس عشان نتعلم ونطبقها في شركاتنا اللي هي مش مقاطعه. بداوا يدرسوا يشوفوا المشاكل اللي اليوزر بيواجهها اثناء تجربته في مرحله معينه بيقضيها على مدار يوم. لقوا ان في شريحه معينه اثناء ذهابها للعمل بتاخد مده من نص ساعه لساعه، وعايزه تاكل حاجه الصبح تكون مغذيه وفي نفس الوقت تسليها على الطريق. لما ابتدوا يعملوا العصير لقوا العصير فيه مشكله انه بيتدلق، لان هو كوب بيتدلق عليهم وهم سايقين نتيجه الفرمله المفاجاه او المطبات او فده اول عيب. تاني حاجه ان ستيل العصير بيخلص في 10 دقائق في حين ان الطريق مينيمم نص ساعه، دي تاني حاجه. تالت حاجه ان العصير مش بيشبع، فمش بيغني عن السندوتشات. وفي نفس الوقت السندوتشات مش مثاليه اثناء السواقه عشان بتبهدل الدنيا. كل المعطيات دي خلوهم يوصلوا لبعض الاضافات للمنتج. اول حاجه فكروا يخلوا المنتج سميك اكتر، عشان كده بقى ميلك شيك، عشان يدوم وقت اكتر، بدل ما بيقعد 10 دقائق لا يقعد نص ساعه. تاني حاجه الدسامه بتاعته تخليه بيشبع بسبب ان هو بقى مكثف او كثيف كده، تحس ان انت اما تشربه خلاص ان انت شبعت. تالت حاجه ما بقاش يتحط في كوبايه عصير عاديه، لا بقى يتحط في كفر وفي شاليمو عشان لو حصل مطب او اي حاجه ما يتدلقش عليك. كل التعديلات دي فريق التسويق كان بيقترحها بناء على دراسه تجربه العميل للمنتج، ودي اللي خلت الميلك شيك واحد من انجح المنتجات عند ماكدونالدز، اللي هو في الاساس مطعم بتاع برجرز. فانت ممكن تعمل منتج ثانوي، ممكن تدرس تجربه العميل بتاعك وتوفر له الفيتشرز او المواصفات بتاعه المنتج بناء على دراسه تجربته للمنتج وتطورها. دي فكره دخول فريق التسويق اثناء صناعه المنتج. ركز فيها، شوف انت بتقدم خدمه او منتج، شوف تجربه العميل ليها، شوف ازاي ممكن تطورها عشان تديله الفاليو اللي هو مستنيها مش اللي انت عايز تبيعها. سلام عليكم.